في كل خطوة في حكاية بتتبني، مش بس كورة دي حياة بتنحني. اصبر وعافر بكرة الشمس تنور، طول ما انت بتحلم حلمك لازم يكبر. دي مش مجرد لعبة، دي قصة روح، عزيمة بكرة بتمحي كل جروح. حكاية جديدة مع بيرفكتو. يا هلا يا هلا، اهلا بيكم في حكايه جديده مع بيرفكتو. والله النهارده هتبقى اول حكايه من حكاوي الكوره، وانا صراحه بقى عايز اتكلم عن فريق للاسف انا ابتديت اشجعه مؤخرا. انا بقى عشان اديك كده يعني مقدمه عني باختصار، يعني انا مش شخص غاوي كوره قوي، يعني مجرد يعني بتابع كوره من وانا صغير. انا اهلاوي، بتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك، بتفرج على ماتشات برشلونه وريال مدريد، وما كنتش افقه شيء في الدوري الانجليزي ولا اعرف حد ولا ليه علاقه، ولا مش عايز وجع دماغ اللي يتخانق ويا عم دول بيلعبوا وياخدوا فلوس، انا مالي وجع دماغي ليه. لحد ما في واحد الله يسامحه من سنتين بالظبط جيت اتفرج عليه، هو يوتيوبر مشهور وانتوا تقريبا هتعرفوه يعني من غير ما اقول هو مين. الشخص الطيب ده قال لك لازم تصدق في الفريق، والفريق هو هيوصل وهيعمل ويسوي. وبكوني طبعا كنت عايش لوحدي وبتفرج على الفيديوز كتير اللي ليها علاقه بالكوره يعني اللي بيقدمها، ابتديت اتعلق كمان بالنادي ده. النادي ده يا جماعه يعني يعني خليني اقول لك هو مين بالظبط، بس خليني الاول اقول لك شويه معلومات عنه. هو نادي متعب، نادي اللي بيشجعه من فتره مقرف، يعني الحمد لله اني لسه مشجعه من قريب ومتضايق جدا، لا متضايق يعني بشكل بشع. بس يعني الحمد لله. من الاخر يا جماعه انا بتكلم عن نادي ارسنال. نادي ارسنال اللي انا مش عارف ازاي انا يعني انا عامه ميولي دايما لنادي برشلونه والنادي الاهلي من زمان، يعني انديه بتكسب، انديه لعبها حلو، انديه مش دفاعيه مثلا. فسبحان الله اروح لنادي ارسنال اللي انا مثلا لسه من بدايه الموسم ده ابتديت اتفرج عليه، نادي دفاعي كويس. يعني انا مش شايف ان هو نادي قليل دفاعيا، انا شايف ان هو من احسن الانديه دفاعيا في الدوري الانجليزي. بس يا جماعه يعني للاسف النادي ده عشمني وطلع يجري. ليه؟ لان انا وبعد كان نفسي الفيديو ده اقول فيه ان احنا كسبنا السيتي، بس الحمد لله خسرنا من السيتي وغالبا خسرنا الدوري. فمش عارف يعني خلينا نقول كده باختصار ان في اول الموسم، من اول الموسم لمنتصف الموسم لحد مثلا قبل شهر 4 النادي ده عمال يكسب. النادي ده انا شايف ان هو مش بيلعب احسن كوره، مش الكوره اللي انا حاببها قوي، بس انا للاسف بشجعه فخلاص انا بقيت احبه فعلا. لما بيخسر بتضايق ومبسوط ان هو بيعدي والامور طيبه. بس جينا في شهر 4 فجأة خسرت من مش عارف مين في الدوري، فجأة خسرت كاس مين، فجأة خسرت قدام السيتي في كاس مش عارف ايه، فجأة خسرت قدام السيتي في الدوري اللي هو الماتش اللي من مفيش من كام يوم. فأنا مش عارف، كان نفسي نكسب، وهو ده اللي انا هتكلم عنه الصراحه في الفتره اللي جايه. ان للاسف هقعد اصيح كتير في اي حاجه ريليتد بارسنال، وزي ما بقول كده ده ابن الصغير، ده ابن العاق، فاللي دايما تعب ابوه. ابن الكبير بقى اللي يعني انا الى حد ما فخور بيه هو برشلونه الصراحه. يعني ده النادي التاني اللي انا بحبه، يعني فيسكا بورصه فيسكا كاتالونيا بصراحه. يعني حتى من زمان وانا يعني ماليش علاقه الكوره قوي، بس انا بحب برشلونه قوي. وباختصارا كده عشان ننهي النزاعات والنقاشات، ميسي احسن لاعب في التاريخ، مش عايزين وجع دماغ، اختصارا بقى يعني مع احترامي للجميع يا جماعه. لا انا بقدر واحترم والله يعني كريستيانو رونالدو، بقدر واحترم كل اللعيبه، بس فعلا ميسي لعيب انا شايف ان هو يعني ما فيش خلاص يعني ولا كلمه، الموضوع منتهي يعني. طيب برشلونه، يعني رأيي عنه ان هو الموسم ده قدم موسم كويس. اخونا هانز فليك طبعا المدرب العملاق، الكاركتر الرائعة، الشخص الألماني بيلعب بالطريقة المعروفة، دفاع متقدم، الشباب كلها تحس ان هي فاهم بنجري، احنا بنجري مش عارفين بنجري بس احنا بنجري.
وبرضه بنجري واحنا بندافع، يعني مش عارفين منين بيودي على فين، بس هو انت فاهم دايما بنضغط دايما قدام دايما مع خط الدفاع طبعا الذي لا يصلح لفرقه في في الدور الثاني او الثالث، بس هو يعني ان شاء الله خير وبنحاول يعني. طيب مش هينفع بقى اقعد اتكلم عن عيوب ومميزات برشلونه، لان اوريدي الموسم خلص بالنسبه لبرشلونه، احنا اوريدي فرق 9 نقط عن مدريد، وكمان يعني بنسبه كبيره خلاص الدوري لبرشلونه، وده زي ما قلت ابني الكبير اللي هيفرحني ان شاء الله ان شاء الله يعني. بس خلينا اقول ان هل برشلونه كانت تستحق انها تكمل في دور الابطال؟ بص رايي الخاص بصراحه انا شايف ان هي لا تستحق، وما كنتش عايز اقابل ولا باريس ولا البايرن، لان يا جماعه على قد ما احنا بنجيب اجوان على قد ما احنا هيدخل فينا جوان كتير، يعني مشجعين برشلونه هيفهموا النقطه دي. انت دي مش انت ده مش منظر فريق يطلع يقابل الاسود دي، انت اسد ولكن زي ما نقول كده رجلك ضعيفه، يعني على قد ما انت انيابك قويه جدا بس انت رجلك مهزوزه. انت خط النص بتاعك يعني شوفوا بيدري لما ما كانش في مستواه، طبعا الفرقه كلها كان دفاعيا صباح الفل، مش معنى كده انا بقول ان الفرقه وحشه، ولكن بقول ان الطريقه واللعيبه اللي ورا لا تصلح، فما كنتش شايف انها تستحق ان هي تكمل في في دوري الابطال. بس كان نفسي يعني كان نفسي ده قوي، كان نفسي ده يحصل بس ما حصلش، فكنت متوقع ده. وزي السنة اللي فاتت اتفرجت على ماتش الانتر، احنا عملنا ماتش عالمي وخسرنا برضو بسبب ان احنا طالعين بنجري يلا يا شباب يلا هوبا وبتاع وخير ان شاء الله. فنهاية يعني انا يعني اتمنى ان برشلونه الموسم الجديد يبتدي يجيب بقى ناس لورا، ناس تصحصح معانا ورا، الناس اللي ورا دي كده الدفاع كده يصحصح معانا. اخونا بقى ليفا، بقى ليفا يستهدى بالله بقى كده ويرجع بلده بقى، عشان الواحد ايه تعب. كان نفسي يعني زي ما الشعوب العالم كلها بتحب فران توريس كده ده عملوا له اغنيه يا جماعه. يعني كان نفسي اغلط فيه بس بصراحه اخر ماتش عمل ماتش كويس قوي يعني بجد، بدون نفاق يعني، لا يا جماعه عمل ماتش زي الفل. ولكن برضو انت ده مش دي الفرقه اللي يعني مش دي الفرقه اللي انت هتعتمد عليها برؤوس هجوم زي دول يا معلم. وبعدين انت شمال خلاص، يعني رافينيا من احسن لعيبه في العالم لما بيصاب، عم راشفورد خلاص هو راجع مانشستر يونايتد. بس في الاول وفي الاخر انت برضو عايز حد بديل، انت السكواد بتاع الفرقه ما فيش انت هتقول لي يا عم ما كل السكوادات مش كامله وبتاع، يا معلم هو ما فيش، احنا ما عندناش بجد، ده ما فيش يعني. فاتمنى ان الموسم الجاي برشلونه يدعم، اتمنى يبقى في صفقات، اتمنى يبقى احس بقى ان في مهاجم واحس ان في دفاع على الاقل يقدر هانز فليك يعتمد عليهم، فكره الدفاع المتقدم دي، وخير ان شاء الله. طيب في نهايه الفيديو بقى كان ناقص حاجه صغيره كده اتكلم عنها، وهو منتخب مصر يعني اللي هيلعب لسه في شهر 6 كاس العالم. قول لي ايه رايك، تفتكر منتخب مصر هنعمل حاجه؟ يعني هنعدي المرحله الاولى دي ولا هنخش يعني يا ترى هنعدي مرحله المجموعات ولا خير ان شاء الله وهنمشي بمبدأ ارفع وخير، وان شاء الله حد هيلاقي ونوقف برضو الميكروباص ورا او الاتوبيس ورا وبتاع. يعني تفتكروا هنعدي ولا؟ قول لي بقى رايك في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو ادينا بقى اللايك المتين والشير.